الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي رحمه الله. وكنا قد بدأنا في الدرس السابق الكلام على اسم الله الحكم، وذكرنا أن الحكم من أسماء الله. فماذا تذكرون من معاني الحكم في إطلاقه على الرب عز وجل؟ قلنا الحكم هو من يذكر؟ نعم، الذي إليه الحكم. الحكم الذي إليه الحكم. هو أيضا قد ذكرنا شيئا آخر غير هذا. الحكم هو الذي، نعم، الذي لا يرد حكمه. أحسنت، الحكم الذي لا يرد حكمه كما قال البغوي في شرح السنة. وأيضا تفضل ما شاء الله، أحسنت، هذا كلام الخطابي. طيب، قلنا أيهما أبلغ، الحكم أم الحاكم؟ الحكم أبلغ. لماذا؟ أحسنت، لأن الحكم لا يطلق إلا على من يقضي بالحق وبالعدل، بخلاف الحاكم فإنه يطلق على كل من يقضي سواء كان قضاؤه بحق أم بباطل، فمن ثم كان الحكم أبلغ من الحاكم. طيب، كنا قد قرأنا الحديث أيضا، علقنا على الإسناد وشيء من المتن. نواصل، تفضل أعد قراءة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: الحكم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعهم يكنونه بأبي الحكم. طيب، قلنا في الدرس السابق أن الكنية قد تكون بالأوصاف، مثل ماذا؟ كأبي الفضائل. وقد تكون الكنية قد تكون بالأوصاف، وقد تكون نعم بالملابسة، مثل إيش؟ كأبي هريرة لملابسته للهرة التي كانت معه. وقد تكون بالأولاد، قد تكون بالنسبة إلى الأولاد. وقد تكون العلمية المحضة كأبي بكر. نعم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله هو الحكم. إن الله هو الحكم. هو، قلنا هذا الضمير ماذا يسمى؟ ضمير الفصل. ماذا يفيد؟ الاختصاص، يفيد الاختصاص. إن الله هو الحكم، أي المختص بهذا الوصف. إن الله هو الحكم. وهكذا أيضا يدل على اختصاصه بهذا الاسم. نعم. فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحسن هذا. ما أحسن هذا، الضمير يعود إلى إيش؟ اسم الإشارة. ما أحسن هذا يعود إلى ماذا؟ إلى
الصلح بين الناس، الحكم بين الناس والصلح بينهم. ما أحسن هذا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذا، ما أحسن هذا يعني الحكم بين الناس والصلح بينهم. طيب وقفنا هنا في آخر الكلمة هكذا. تفضل. ما أحسن هذا فما لك من الولد. فما لك من الولد، فما لك يعني بتقدير همزة الاستفهام، أفما لك ولد، فمن هنا زائدة. نعم. قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال لي شريح ومسلم وعبد الله، وهذا يدل على أنه لم يكن له إلا هؤلاء الثلاثة، لأن لفظة الولد تطلق على الذكور وعلى الإناث. لفظة الولد تطلق على الذكور وعلى الإناث، فلما ذكر هذا وقال لي شريح ومسلم وعبد الله دل هذا على أنه ليس له إلا هؤلاء. نعم. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه النسائي. قال فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. هذا إخواني في الله فيه دليل على أن الواو لا تفيد الترتيب، فيه دليل على أن الواو لا تفيد الترتيب. لماذا؟ لأنه الآن ذكر أول أولاده من؟ نعم، أول أولاده من؟ شريح ومسلم وعبد الله، ومع ذلك قال له إيش؟ فمن أكبرهم؟ قال شريح. فهذا يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب، لأن لو كانت تفيد الترتيب لعلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن أكبر أولاده هو من؟ شريح. فلهذا أقول هنا فيه أن الواو لا تفيد الترتيب، لأنه ذكره أولهم، ومع ذلك سأله عليه الصلاة والسلام عن أكبرهم، فالواو لا تفيد الترتيب. وهذه قاعدة أصولية ذكرها ابن اللحام رحمه الله في القواعد الأصولية، وذكرها أيضا غيره، أيضا الأسنوي في التمهيد في قواعد الأصولية أيضا ذكر هذا، أن الواو لا تفيد الترتيب. قال فمن أكبرهم، وسأله عن أكبرهم رعاية لفضل الأكبر سنا، سأله عن أكبرهم رعاية لفضل الأكبر سنا، فقال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. فيه تكنية الرجل بأكبر أولاده، فيه تكنية الرجل بأكبر أولاده، وهذا على جهة الأفضلية، هذا على جهة الأفضلية، وإلا فلو تكنى بمن دونه جاز. لو أن له مثلا من الولد 4 أو 3 كما هنا، والأكبر مثلا اسمه عبد الله، وفي أولاده من الصغار زيد، فاكتنى بأبي زيد، لا بأس بذلك. إنما الأفضل أن يكون الرجل يكنى بأكبر أولاده. فإن قال قائل ما الدليل على الجواز؟ ما الدليل على الجواز؟ لو قال قائل هنا قال له من أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. لو قال قائل هذا الحديث يدل على أن الرجل ينبغي له أن يكتني بأكبر أولاده، نقول الدليل على الجواز ما جاء في البخاري عن أبي موسى الأشعري، ما جاء في البخاري عن أبي موسى أنه ولد له ولد سماه إبراهيم، ولد له ولد سماه إبراهيم، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وكان أكبر ولده. يعني أبو موسى الآن أكبر أولاده منه إبراهيم، وهو إيش يكنى؟ بأبي موسى، يكنى بأبي موسى. فهذا يدل على أن الأفضل أن يكنى الرجل بأكبر أولاده، فإن اكتنى بمن دونه جاز ذلك.
يقول البغوي في شرح السنة 12/44-300 قال فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه، فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته. قال وكذلك المرأة، وكذلك المرأة تكنى بأكبر أبنائها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. وهذا كله كما سمعت على جهة الأفضلية. قال فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هذا الصحابي من أبي الحكم إلى أبي شريح. لماذا غيره؟ لماذا غيره؟ قال أهل العلم غيره لأمرين، غيره لأمرين. الأمر الأول أن الحكم هو الله، أن الحكم هو الله، فهذا من الأسماء التي كما سيأتي إذا لوحظ فيها معنى الصفة المختصة بالرب فلا يجوز أن يسمى بها المخلوق. والأمر الثاني ننتبه له أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة، لوحظ فيه معنى الصفة. الآن لماذا لقب بالحكم؟ لأنه يحكم بين الناس ويقبلون إيش؟ حكمه ولا يردونه. إذن الآن هذا الاسم عندما أطلق عليه وكني به لوحظ فيه معنى الصفة أم يلاحظ فيه معنى الصفة؟ فالسبب الثاني هذا أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم. وأسماء الله إذا لوحظ فيها معنى الصفة لا يجوز التسمي بها. أسماء الله إذا لوحظ فيها معنى الصفة لا يجوز التسمي بها. يعني لاحظ الآن على هذا القول الذي ذكره جمع أهل العلم ابن العثيمين وغيره، أننا مثلا يجوز أن نسمي الشخص باسم الكريم، يجوز أن نسمي الشخص باسم الكريم وباسم إيش؟ العزيز، لكن على شرط أن تكون هذه التسمية على جهة ماذا؟ العلمية المحضة التي لا نلاحظ فيها معنى إيش؟ الصفة. أن يكون هذا على جهة العلمية المحضة التي لا يلاحظ فيها معنى الصفة. هذا ذكره جمع من أهل العلم. نقول أسماء الله على قسمين، أسماء الله على قسمين. النوع الأول مختص به، النوع الأول مختص به لا يجوز أن يسمى بها المخلوق إطلاقا. طيب إيش هذه الأسماء التي اختص بها الرب عز وجل؟ لها ضابط. إذا حفظنا الضابط إذا حفظنا هذا الضابط نعرف مباشرة هل يجوز هذا الاسم من اسم الله أن يسمى بالمخلوق أو لا. قالوا ضابطها كل اسم تضمن معنى لا يليق إلا بالله. ضابطها كل اسم تضمن معنى لا يليق إلا بالله تعالى، كالألوهية والجبروت والملكوت، كالألوهية والجبروت والملكوت وغيرها من المعاني، وغيرها من المعاني مثل اسم الله والجبار والقهار والرحمن والصمد ونحوها. قالوا فلا يجوز التسمي بها ويجب تغيير اسم من تسمى بها، فلا يجوز التسمي بها ويجب تغيير اسم من تسمى بها. ولهذا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد بواب على هذا الحديث إيش؟ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. طيب النوع الثاني غير مختص بالله، النوع الثاني غير مختص بالله، وضابطها
كل اسم يتضمن معنى يجوز أن يتصل به المخلوق. ضابطها كل اسم يتضمن معنى يجوز أن يتصف به المخلوق كالكرم والعلم والقدرة والحلم وغيرها، الكريم والعزيز والقدير، فهذه يجوز التسمي بها. طبعا على القول الأول يجوز التسمي بها بشرط إيش؟ نعم، أن نلاحظ معنى الصفة، وأن يكون على جهة إيش؟ العلمية المحضة، أن يكون على جهة العلمية المحضة. لكن إخواني في الله، من أهل العلم من يعني يذكر في المسألة شيئا آخر ويقول يعني يجوز التسمي باسم من أسماء الله ولو لوحظ فيه معنى الصفة إذا كانت هذه الصفة مما تليق بالمخلوق. أما إذا كانت هذه الصفة مما اختص الله عز وجل بها فلا يجوز ذلك. هذا ذكره أيضا بعض أهل العلم. والخلاصة في هذا أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم لما فيه من المشاركة في معنى من المعاني التي اختص الله عز وجل بها. فالحكم الذي لا يرد حكمه هو من؟ الله عز وجل. فإذا زال هذا المعنى ذهب كم من العلم إلى جواز التسمي به. ومما يدل على جواز التسمي بهذا الاسم إذا لم يلاحظ فيه معنى الصفة أن عددا من الصحابة كانوا يسمون بالحكم. عدد من الصحابة، يعني انظر الإصابة، افتح الإصابة لابن حجر وانظر ستجد من أسماء الصحابة الحكم بن الحارث السلمي، وستجد فيها الحكم بن حزن الكلفي، وفيها أيضا الحكم بن أبي الحكم الأموي، وفيها أيضا الحكم بن أبي الحكم الأنصاري، وفيها الحكم بن حبان العبدي. هؤلاء كلهم كانوا يتسمون بإيش؟ يتسمون بالحكم. لماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم؟ لماذا لم يغير أسماءهم؟ لأن لم تكن الملاحظة فيه معنى إيش؟ الصفة، وإنما كان لمجرد العلمية، فمن أجل ذلك لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إخواني في الله رعاية لمقام التوحيد وسدا للذرائع التي قد توصل إلى الشرك. يقول السعدي رحمه الله في القول السديد قال: وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته. يقول السعدي في القول السديد: وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. قال: حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج فيها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. فإخواني في الله، تعرفون مقام التوحيد مقام عظيم، مقام جليل، ينبغي الاعتناء به. ينبغي يا إخوان تعليق القلوب بالرب عز وجل، توجيه العباد إلى الاهتمام بالتوحيد والحذر من كل ما يخل بالتوحيد، سواء كان الإخلال في أصله أو كان في ماذا؟ في كماله. سواء كان الإخلال في أصل التوحيد، انتبه لهذا، وهذا ما يتعلق بالشرك إيش؟ الأكبر، أو كان ما يؤدي إلى الإخلال بماذا؟ بكماله، وهذا فيما يتعلق بالشرك الأصغر. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي التوحيد، تعلق القلوب بالله عز وجل. ينبغي الإنسان أن يعلم أن أمره كله بيد الله، فيدعو الله، يتوجه إلى الله، يسأل الله، يستعين بالله، يستغيث بالله، يعلم أن الله هو الوحيد، يعلم أن الله هو وحده جل جلاله القادر على أن يدفع عنك الضر. نزلت بك بلية، مصيبة، ارجع إلى الله، علق قلبك بالله، الله الذي يقدر أن يصرف عنك كل بلاء، الله الذي يقدر
أن يرفع عنك كل محنة وكل بلية. المخلوق ضعيف يا إخوان، مخلوق عاجز. سبحان الله، كم من الناس إذا بيعلق قلبه بقبر، يعلق قلبه بشجرة، يعلق قلبه بحجر، يعلق قلبه بكذا وكذا من الصالحين أو الأولياء أو غير ذلك، وهذا كله خلل في العقيدة، خلل في التوحيد، خلل في الاعتقاد. أنت سبحان الله، الله الذي يكشف الضر، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. فالله عز وجل قادر أن ينجيك في أشد الكرب والشدائد، أشد الكرب، بل ربما أنت تظن أنك قد أشرفت على الهلاك وحان خروج روحك وتلف نفسك، ويأتيك الفرج من حيث لا تدري ولا تحتسب. حتى ذكر بعض العلماء أن رجلين خرجا من مدينة، من بغداد أو من الكوفة، حتى إذا خرج منها بالقرب وبجوارهما كانت غابة ضيعة كبيرة فيها من السباع والوحوش الكثير، وأحدهما على حمار والآخر مثله. فإذا بأحدهما يقول لصاحبه: يقع في نفسي الآن أنه سيخرج من هذه الغابة أسد ويفترسني، أحس بهذا أنا، فإذا حصل هذا حماري وعليه متاعي، ارجع فادخل به البلد، وبيتي بمكان كذا في محل كذا. قال له: يا أخي هذا وساوس. قال: لا أنا أحس بهذا ومتأكد. وسبحان الله، خرج أسد من تلك الضيعة، من تلك الغابة. الرجل لأن قلبه قد موهوس كما نقول، سقط على الأرض، سقط يعني من قبل أن يهجم الأسد عليه. فجاء الأسد وجره. قال: وأنا أخذت حماره ومتاعه وانصرفت أسير به إلى الكوفة، أبحث داخل البلاد أو البلدة تلك، أسأل عن بيته لأرد لهم متاع الرجل وماله الذي عليه. فتأخرت في البحث يعني ما أعرفه، ثم دققت الباب عليهم فقلت لهم: هذا متاع الرجل، حماره وعليه متاعه، وقد أكله الأسد. قالوا: كيف أكله الأسد؟ الآن هو عندنا في البيت، الآن خرج الآن إلى السوق سيرجع الآن. قالوا: كلا، أكله الأسد، سحبه أمامي. قالوا: انتظر الآن سيرجع. فجاء الرجل بحفظ الله وسلامته، فعجب، قال: سبحان، ألم يأخذك الأسد أمامي؟ قال: بلى، أخذني وجرني إلى تلك الغابة، فلما هم بأكل برز خنزير من جانب آخر، فذهب الأسد وراءه وتركني، فأكل الخنزير وشبع وانصرف. قال: وأحسس نفسي عد باقي روح، باقي حياة يعني من الخوف، يعني باقي يعني أحسس نفسي. فنظرت في رجلي ما في إلا جرح يسير نتيجة الجرة الذي جره إياها، فقمت أشوف نفسي أقدر أمشي، فنظرت فإذا جثث أمة من الناس، العظام التي كان يأكل هذا الأسد ينصرف بها. فنظرت إلى ثوب هميان فتحته فيه 1000 دينار ذهبية صفر، فأخذتها ورجعت إلى البيت، سبقته وأنا بحمد الله وسلامته وحفظه. فانظروا يعني سبحان الله كيف نجاه الله وساقه بهذا الأسد إلى رزق له، 1000 دينار من ذهبية ينسى يعسلها كان. فالله عز وجل هو القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيد الأمور. أن تعلق قلبك بربك، احرص على تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد في القلوب يا إخوان. لو حققنا التوحيد في القلوب لحصل لنا كل خير، كل خير. فما يقع في أنفسنا من ضعف، ما يقع من أنفسنا من وجل وخوف وغير ذلك، إنما هو نتيجة لضعف التوحيد في القلوب، ضعف اليقين. وإلا فلو توكلنا على الله عز وجل وحققنا التوحيد لحصل لنا الخير. سمعتم يعني كلام السعدي، قال: وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته ولدفع وسائل الشرك. هذا حديث يعني فيه فوائد عظيمة، ونأخذ منه أن الحكم من أسماء الله. بقي: هل العدل من أسماء الله؟ هل العدل من أسماء الله؟ من يجيب؟ أخانا داود، العدل من أسماء الله؟ الله أعلم، من يجيب؟ من عنده إجابة؟ هل العدل من أسماء الله؟ ما يلفيت
العدل من أسماء الله إلا فيك. أي بندر تفضل. من صفاته ليس من أسمائه. هو قد أثبته من أسماء الله عدد، أثبته من أسماء الله عدد من أهل العلم، وممن عده من أسماء الله الخطابي والحليمي والبيهقي وابن العربي، وحتى ابن القيم أيضا، ابن القيم السعدي عده من أسماء الله العدل. وأقوى ما ثبت فيه ما جاء موقوفا على معاذ بن جبل، ما جاء موقوفا على معاذ بن جبل كما عند البيهقي في الأسماء والصفات وعند غيره، أنه كان إذا جلس يقضي بين الناس يقول معاذ الله حكم عدل، يقول معاذ الله حكم عدل. فهذا جاء موقوفا على معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأما مرفوعا فقد جاء في بعض ألفاظ سرد الأسماء الحسنى، وتقدم أنه لا يصح، تقدم أن سرد الأسماء لا يصح، وإنما الثابت ماذا؟ من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا. طيب نكتفي اليوم بهذا ونواصل الدرس القادم إن شاء الله. الرواية الثانية أيضا نفسها، نفس الرواية الثانية ما فيها إشكال. إلى هنا والحمد لله.